Frantic appeals. Messina, the elbow in the back. Down goes Idinado at the time. Lassine Sinayoko, who won the penalty under a challenge from Jawad El Yami. تخيل اخي الكريم، هذه المره كيما صبوا شي هضروا خلصوا من التبرير باسكو نحصروا في الزاويه. هذه فضيحه ما كاش من بعدها. تدخل دوك التويتر والفيسبوك تنخلع، العرب مشدين في رصانهم. قال لك جامي شفنا التحكيم اللي جامل اصحاب الارض والجمهور كيما هذه المره. راهم مدهوشين من كميه الفساد اللي الحق ليه الاتحاد المراكشي والجامعه المراكشيه في شراء ذمم الحكام. هذه المره كي المراكشيين ما صابوا شي برو خلاص سيبون طردوا ولا صارحونا. قال لك حنا هذيك ضربه جزاء تاع تنزانيا وحنا نشروا لي زاربيت ولي زاربيت هذه هي كانوا بكري يحقرونا دوكا جات دارتنا حنا ثانيك نحقروا وحنا ثانيك لازم يجاملونا لي زاربيت وصوالح. عندكم الحق الجزائريين، هذه ضربة جزاء وما يمكنش اخوتي. يلاه داز دابا ساعة باش انتهت المباراة والجزائريين نوضوا العافية في مواقع التواصل الاجتماعي على ضربة جزاء، كلهم كيقولوا هذه ضربة جزاء، واجي حنا نشوفوها من جميع الزوايا. من هنا غتبان لك ضربة جزاء، نعاودوا نشوفوها ثاني من هنا، غتبان لك ضربة جزاء، نعاودوا نشوفوها ثاني من هنا، غتبان لك ضربة جزاء. الاخر لنفترض انه بينالتي ولا ضربة جزاء، باش ضركم نتوما، باش ضريناكم، راه كنا لاعبين ضد تنزانيا، راه كنا لاعبين ضد تنزانيا ماشي ضد المنتخب الجزائري. راه ما تدويو، بغيت كلشي يكتب في التعليقات يا ربي نجيو مع منتخب الجزائر باش نقريوكم كره ان شاء الله. وانت كمغربي بارطاجي لي هذا الفيديو، انا بغيت العالم كله يعرف الحقيقه ديال هاد الناس هادو، واذا كانت ضربة جزاء كتبوها لي في التعليقات، بغيت نشوف ارائكم. حلل فيها بينالتي ياك وها بينالتي وسميت امك راجل دخل صفرها، دخل صفر داك البينالتي وماركي انت كاع. عباد الله كاينه واحد الفئه السم اللي عطاها سيدي ربي ما عطاهش للكبرى، حاقده ومكروهه ومسمومه، اعداء النجاح واعداء الوطن كيتسناوك غطيح، بغاو غير يتشفاو فيك. كتلقى شي واحد دابا مكروه قال لهم في القهوه والله لا داروا شي حاجه، والله لا داو كاس افريقيا، كيتسنى غير باش يقولوا قالها مصطفى ولا قالها سعيد ولا قالها رشيد. وهادو عباد الله ضاربين البطاطا مغربيه ومطيشها مغربيه وخيزو مغربي والحوت مغربي وضربه فيهم الشمس ديال البلاد وعندهم البطاقه الوطنيه وبغا كاك بينالتي تنزانيا. عباد الله احبوا بلادكم عباد الله وبركه من السم، وكون مع بلادك ظالمه ولا مظلومه. انا دابا انا مع المغرب ظالمه ولا مظلومه، انا اللي يصفر لهم بينالتي، انا واخا يضربوا بجنويه تمايا ما يصفرش بينالتي. اللي كاين لاكوب ان شاء الله مغربيه وديما مغرب، والله الوطن الملك. تحياتي لكم. ضربة جزاء تنزانيا اللي الحكم ما صفرهاش. شوفوا قل لي هل هي ضربة جزاء نعم ام لا؟ شوفوا قل لي، ركز مع اللقطة، نعاودها لك 3 4 5 مرات، ركز مع اللقطة، ركز مع يدين المدافع وايدين المهاجم. المهاجم هو اللي سبق ونزل انا شفت، لكن فيها ضربة جزاء تتزفر، هي مانيش عارف لكن تتزفر ضربة جزاء. الحكم هو اللي اختار. البارح ظلم تونس، البارح تونس ظلمت، اليوم تنزانيا ظلمت. علاش ما تكلمتوش على تونس كي ظلمت وتكلمتوا على تنزانيا؟ على خاطر تلعب ضد المغرب ترشحت. ملتقانا الادوار القادمه وقعد نبر. نقطة استفهام للتحكيم في افريقيا، ضربة جزاء واضحة المنتخب تنزانيا تتنحى، ومن فوق يعطي ورقة صفراء اللاعب تنزانيا على الاحتجاج نتاعو، واحنا في ماتش تونس ضد مالي تتعطى ضربة جزاء ماهيش صحيحة، وزيد من الفوق ينحيوا لنا هدف يقول لك تسلل واللي هو ما فماش. تقوني التحكيم في افريقيا تحكيم افريقيا، تقوني نقطة استفهام كبيرة في اللي قاعد صاير. بلا عاطفه بلا والو، كنبغيو المغرب وكنبغيوها تربح، ولكن باش دير انت بحال هاد الفوط اصاحبي في لافان ديال الماتش هادي راه كارثه. دابا بكل روح رياضيه غادي نهضروا واش فيها بيلانتي ولا ما فيهاش، ها الاعاده داو علاش غادي ما فيهاش الاخوان. هذه ضربه الجزاء وانا غنأكد لكم واللعاب كان ناوي انه يطيح، هذه خاصو يشد انذار. شوفوا معايا حنا نعاودوها، شوفوا معايا الرجل اليمنيه انا نزيد بها شويه. شوفوا معايا هذا الرجل هذه اليمنيه ديال اللاعب قبل ما يوصل المدافع ضرب بها الارض باش يطيح. ها انتم شوفوا ركزوا معايا، هيا شوف فين ضرب بها الارض. ها المغرب وكنبغيوها تربح، ولكن قبل ما يقيسوا بحال هاد الفوط اصاحبي في لافان ديال الماتش هادي راه كارثه. دابا بكل روح رياضيه غادي نهضروا واش فيها بيلانتي ولا كان معول هو اصلا يطيح. علاش غادي له بيديك؟ علاش يديك علاش يديك علاش؟ من حقهم يحتجوا،
من حقهم صراحه الله. الاداء ديال هذا النهار ديال المنتخب واخا ربحنا ما خصناش نفرحوا بزاف. شي المنتخب المغربي يتأهل إلى دور ربع النهائي ولكن بجدل تحكيمي كبير وكبير جدا. السلام عليكم، أهلا مرحبا الزلفلاو. كما تشاهدون هذه اللقطة الأخيرة في المباراة لمنتخب تنزانيا، وضربة جزاء شرعية لم يعلن عليها الحكم ولم يذهب حتى إلى الفار رغم كل الاحتجاجات من اللاعبين من الطاقم الفني الذين طلبوا من حكم المباراة الإعلان عن ضربة جزاء، ولكن لم يذهب إلى الفار. وبعد ثواني قليلة فقط أعلن عن نهاية المباراة بتأهل المنتخب المغربي على حساب المنتخب التنزاني الذي صمد وأدى مباراة في المستوى انهزم فيها بصعوبة كبيرة جدا بهدف مقابل 0 أمام منتخب مغربي يوجد صعوبة كبيرة جدا في تجاوز منافسه. طبعا حم بابك دوك إذا هادي ماشي بيناتي سي بون، حاكم يطبع في المغرب يطبع فيها باش تربح. والله يا خوتي غير المغرب بلا تحكيم 0-0 ملي بدا الماتش هو يصفر غير للمغرب، غير اللاعبين تاع المروك يصفر لهم تدخلات عنيفة على اللاعبين تاع تنزانيا ما كاش تصفار ما يصفر لهمش. هذه واحدة. ثانيا ضربة الجزاء تاع الدقيقة الأخيرة الدقيقة 94 طفل صغير يشوفها يقول لك بيناتي، طفل صغير يشوفها يقول لك بيناتي. راني ندعي ربي إن شاء الله يا ربي تتكاليفا جنوب إفريقيا ما كاش اللي يعاونهم في الربع النهائي، ما كاش اللي يعاونهم بيسك جنوب إفريقيا بلاد بي ما يسمحش في بلاده وما يسمحش في الفريق الوطني ديالو. ان شاء الله تتكاليفا جنوب افريقيا وتشوف النتيجه اللي راح تخرج عليها المباراه وتشوف اقصاء المنتخب المغربي علنا. واش هذه اللقطه ضربه جزاء واضحه، تنزانيا حقروها في المغرب، المنتخب المغربي قال لك حقرونا المراركه حقرونا درناها في بلادنا ندوها حنا ما كاش اللي يديها. لقجع بدا يخدم في خدمته لي زاربيت هنا ما كان لا لاربيت لا الفار لا والو، واحد وما شافهاش. هذه ضربة جزاء باينه بيناتي واضحه، هذه ما نسكتوش عليها. بارطاجي الفيديو الماكسيموم.